النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان بيروح عند الكعبة وكان بيصلي وكان بيسجد لربنا سبحانه وتعالى، وكان موجود جنب الكعبة بيت المشركين عاملينه نادي، يعني كانوا بيقعدوا فيه يتكلموا عن أحوالهم، عن مشاكلهم، عن الأمور اللي بتحصل، إزاي يحلوا حاجة، إزاي يعدلوا حاجة. أبو جهل كان بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي عند الكعبة، وكان دايما بيتفاخر بأهله وعشيرته، وإنه بس لو نده وقال تعالوا غثوني كل الناس هتبقى موجودة عنده وكل الناس هيساعدوه، وكان بيتفاخر بانتمائه للنادي. أبو جهل قال لقريش إن هو لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبيسجد عند الكعبة هيدوس على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم برجله. وفي يوم من الأيام أبو جهل شاف فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وبيسجد عند الكعبة، وراح عشان فعلا يدوس على رقبته. وأول ما وصل عنده وقف وتنح وبدأ يرجع لورا، وقعد يزق بإيده أكنه بيحوش حاجة وخايف منها. فسألوه قالوا له إيه اللي حصل لك؟ قال لهم أنا شفت بيني وبينه خندق من النار وهولا وأجنحة. ربنا سبحانه وتعالى خلاه في الوقت ده يشوف حفرة من حفر النار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاه يشوف الملائكة. فأبو جهل خاف وترعب جدا وبدأ يزق فيهم ويحوشهم عنه، لأنه كان خايف جدا إن هم يمسكوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني لو كان فعلا داس على رقبتي زي ما هو كان عايز كانت الملائكة قطعوه حتت. وربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآن بيطلع لحد النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.